مسلسل مصنف إنه خيال علمي عرض اختراعات وأحداث كنا فاكرين إنها مستحيل تحصل، لكن المفاجأة إن معظم الأحداث اللي تنبأ بيها بتتحقق على أرض الواقع وبشكل مرعب ومخيف، ونتيجة لكده زادت شهرته بشكل كبير. مسلسل بلاك ميرور أو المراية السوداء، واللي مقصود بيها شاشات الأجهزة التكنولوجية وبالتحديد الجانب المظلم منها، واللي من وقت ظهورها لحد النهاردة أثرت على سلوكيات البشر بشكل كبير جدا. وبيوصف المسلسل شكل حياة الإنسان في المستقبل بعد وصوله لمراحل متقدمة ومتطورة جدا من التكنولوجيا. لكن المخيف إن معظم الأحداث اللي حصلت في المسلسل بدأت تتحقق في أرض الواقع، وبدأنا نشوفها ونعاصرها. بس يا ترى هل هتكون نهاية البشر زي نهاية الحلقات اللي في المسلسل؟ كوباية القهوة بتاعتك وخليك معايا. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا وسهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. بلاك ميرور مسلسل بريطاني اتعرض لأول مرة سنة 2011، وتصنف إن هو خيال علمي وبيعرض في حلقاته التأثير السلبي للتطور التكنولوجي، لكن كل حلقة بتحكي عن قصة منفصلة عن الحلقات التانية. الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الحلقات دي كلها هي سوء استخدام البشر للتكنولوجيا، وإزاي الأدوات اللي احنا بنعملها عشان تخلي حياتنا أسهل ممكن تتقلب ضدنا في أي لحظة وتخلي حياتنا بائسة. وخليني أقول لك عن بعض الأفكار اللي فعلا اتعرضت في المسلسل وابتدينا نشوفها دلوقتي على أرض الواقع. في الحلقة الثالثة من الموسم الأول بعنوان The Entire History of You بنشوف إيه اللي ممكن يحصل لو قدرنا نزرع عدسات صغيرة في مخ البشر بتسمح لهم إنهم يسجلوا كل اللي بيحصل لهم لحظة بلحظة، وبيقدر من خلال العدسات دي يقدر يرجع يشوف مشاهد من ذكرياته، وبالتالي النسيان بقى حاجة من الماضي. كلنا طبعا افتكرنا إن ده خيال، لكن في 2016 سجلت شركة جوجل وسوني وسامسونج براءة اختراع لعدسات بتقوم تقريبا بنفس المهمة. وبعد الإعلان عن نظارة أبل اللي بتشتغل تقريبا بطريقة مشابهة، فالموضوع ما بقاش خيال خالص. وفي الحلقة الأولى من الموسم الثالث بعنوان نوز دايف، واللي بتتكلم عن تطبيق بنقدر من خلاله نقيم البشر على حسب تصرفاتهم وسلوكياتهم. التقييم ده بيأثر على كل تفصيلة من تفاصيل حياتهم، من حيث الوظائف اللي هم ممكن يقبلوا فيها، مدارس أولادهم اللي ممكن يقدموا فيها، أو حتى يحدد أماكن السكن اللي مسموح لهم إنهم يسكنوا فيها. لكن في الواقع الصين فعلا ابتدت تطبق فكرة النظام ده، وده من خلال نظام سميته نظام الائتمان الاجتماعي الصيني. والنظام ده تقريبا بيعمل نفس الهدف، وبيتحدد من خلاله شكل حياة الأشخاص والشركات والمؤسسات زي اللي كان بيحصل في المسلسل بالظبط. وفي الحلقة الثانية من الموسم الثالث بعنوان بلاي تيست بتبتدي براجل بيختبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي الجديدة على ألعاب الفيديو. الموضوع بيبدأ بمشاعر حماسية، واللي بينتهي بتحول لكابوس مع طبقات متعددة من الواقع. وفي 28 أكتوبر سنة 2021 كلنا شفنا إعلان مارك زوكربيرج للميتافيرس، واللي اتكلم عن واقع افتراضي كامل مليان ومتصل بالشبكات الاجتماعية، وجواه مدن وعوالم تانية ممكن تخشها وتتوه في كل تفاصيلها. وفي الحلقة الخامسة من الموسم الثالث بعنوان من أجينست فاير بنشوف ازاي بيتم حماية البشر من الأخطار عن طريق زراعة شرايح جوه دماغ الجنود بتخليهم يفقدوا أي مشاعر تعاطف تجاه أعدائهم. كل ده كنا بنقول إنه مستحيل يحصل، لحد ما طلع رجل الأعمال إيلون ماسك وأعلن في أغسطس سنة 2020 إن شركته المتخصصة في تكنولوجيا الأعصاب اللي تأسست في يوليو 2016 والمسماة بنيورو لينك هتعلن عن اختراع هيغير حياة البشر كلها. وأعلنت الشركة عن اختراع كمبيوتر في حجم عملة معدنية، من خلالها بيتم دمج الذكاء الصناعي بالعقل البشري، وبتتركب في قشرة المخ وبتتوصل بأسلاك دقيقة بالمناطق المسؤولة عن الحركة والمشاعر. إيلون ماسك قال ممكن يتخزن عليها كمية ضخمة من المعلومات، وبتقدر تعالج معظم الأمراض اللي بيكون سببها في المخ والأعصاب زي فقدان الذاكرة والاكتئاب وضعف الحواس. مش بس بتعالج الأمراض، لا كمان ممكن تزود قدرات الحواس دي بشكل أعلى من المعدل الطبيعي، وبتقدر تقرأ إشارات المخ وتتحكم في المواد الكيميائية فيه. يعني ببساطة تقدر تتحكم في مشاعر معينة أو تلغي مشاعر معينة زي مشاعر الألم والحزن وغيرها. ده غير اتصال الشريحة بالإنترنت، وده معناه إن هيكون عندك مصدر لا نهائي من المعلومات. ده غير سهولة تواصل الأشخاص اللي عندهم الشريحة دي مع بعض بمنتهى السهولة. المسلسل بيناقش قضية مهمة عشان يحذر البشر من التطور التكنولوجي الهائل والسريع وتأثيره علينا احنا كبشر. وزي ما التكنولوجيا ليها أثر إيجابي وبنقدر من خلالها إن احنا ننفتح على عوالم تانية، وبنقدر من خلالها نكتسب كم المعلومات الضخم ده اللي ممكن نستخدمه في تطبيقات مهمة، بيحذرنا المسلسل التأثير السلبي للتكنولوجيا دي، وإزاي ممكن تحول حياتنا وحياة الأشخاص التانيين لحياة بائسة. تفتكر حلقات المسلسل الجديد هتتكلم عن إيه؟ ويا ترى هل عندك فضول تعرف إيه اللي في الحلقات دي ممكن يحصل على أرض الواقع؟ اعمل منشن لأقرب أصحابك، وما تنساش تعمل شير للحلقة وتشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة، وكمان تنزل تبص على المصادر لو بتتابعني على صفحة الفيسبوك أو على صفحة البودكاست.
وما تنساش اللايك والشير، وتعمل اشتراك على القناة لو بتتابعني على اليوتيوب عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول. كنت معاك أنا أحمد طه، وانت كنت بتسمع الخلاصة.